بالرغم من تعادل أرسنال 2-2 للأسبوع التاني على التوالي، واللي يفقع بجد يعني إنه بنفس الطريقة، ولكن ده ما بيغيّرش كتير في اللي قُلناه قبل كده. لسه برضه هو ماتش مانشستر سيتي ضد أرسنال هو غالبًا اللي هيحدد مين هيكسب الدوري، ولكن شكله كده هيكون مانشستر سيتي. في بقية الدوري بقى بيحصل حاجات غريبة جدًا من ساعة ما كأس العالم خلص، حاجات بجد ما حدش كان ممكن يتوقعها. زي إن مثلًا أقوى هجوم في الدوري لا سيتي ولا حتى أرسنال، وإن تاني أقوى مهاجم في دوري إنجلترا من نهاية كأس العالم هو مش هاري كين، وإن أقل فريق كسب ماتشات في الدوري من بعد كأس العالم هو أغلى فريق في العالم. قبل ما أتكلم على أرسنال وسيتي، هاتكلم على الحاجات الغريبة دي. برايتون بيكسب تشيلسي علشان تشيلسي كده يبقى أقل فريق في كل أندية الدوري يكسب ماتشات من أكتوبر اللي فات. ولكن سيبنا بقى من عك تشيلسي ده وتعالوا نتكلم على برايتون. بجد فريق خطير ومن أحلى الفرق اللي أي حد ممكن يتفرج عليها في الدوري الموسم ده. برايتون أصلا كده كمنظومة وكإدارة بيعمل كل حاجة صح. طريقة اللعب خطيرة. ديزيربي المدير الفني الجديد هايل. اللعيبة اللي بيشتروها خطيرة ومحدش بيكون سمع عنها قبل كده. ده حتى ان انت فريق يتاخد منك المدير الفني في نص الموسم لما تشيلسي جه قام واخد بوتر، قاموا راحوا جابوا مدير فني احسن مليون مره من بوتر اصلا، وعامل معاهم مستويات رهيبه. لدرجه ان من نهايه كاس العالم ولحد النهارده برايتون اكتر فريق شاط شوط على الجون في دوري انجلترا كله، اكتر فريق شاط شوط بين الثلاث خشبات في الدوري كله، واكتر فريق جمع اهداف متوقعه. يعني من الاخر كده لو كان عنده مهاجم عالمي او حتى نص عالمي كان هيبقى احسن هجوم في الدوري. بما اني بتكلم بقى على المهاجمين العالميه وكده، فالكل هيفكر طبعا في ايرلينج هالاند او هاري كين، ولكن تاني احسن مهاجم في الدوري كله من ساعه ما كاس العالم خلص ولحد النهارده هو اولي واتكنز مهاجم استون فيلا. وبصراحة لو الفرق اللي محتاجة مهاجم زي تشيلسي وزي مانشستر يونايتد بيفكروا بس بربع جنيه، هو ده اللاعب المهاجم اللي يشتروه الصيف الجاي. مفيش فلفظة ها. حاولت على قد ما اقدر كده ما اتكلمش على ارسنال، ولكن لا مفر. طبعا احباط جدا اللي حصل في ماتش قدام ويست هام، بالذات بعد ما حصل نفس القصه قدام ليفربول الاسبوع اللي فات، عشان دي تبقى اول مره في تاريخ ارسنال كله ان يبقى ماتشين ورا بعض متقدم 2-0 ويخلصهم متعادل 2-2. الاقوى ان القصه دي ما حصلتش لكل فرق الدوري في كل مواسم الدوري الا 4 مرات بس قبل كده. واضح جدا انها حاجه مش عاديه وفتره غريبه جدا النادي بيمر فيها، لان كده ارسنال في اخر 180 دقيقه لعبهم كان معاه 6 نقط في 140 دقيقه، ولكن خلص بنقطتين بس. ده ممكن يكون ليه اسباب كتير، منها الثقه منها قله الخبره، ولكن الحاجه اللي واضح جدا انها مأثره على الفريق هي غياب ويليام ساليبا، وفي الماتش اللي فات ده ألكسندر زينشينكو عن الفريق. وبصراحة طبيعي جدا اتنين لعيبة في مستوى خطير، صعب جدا ان يبقى عندك البديل اللي بنفس المستوى. الغريب بقى، وزي ما هقول لكم لما نيجي نتكلم على مانشستر سيتي، ان يمكن يكون مانشستر سيتي عنده نفس المشكلة. طيب وبعدين ارسنال هيعمل ايه في الدوري؟ زي ما قلت في الاول الموضوع ما اتغيرش كتير. ارسنال لو كسب كل الماتشات اللي متبقيه له هياخد الدوري. ارسنال لو كسب كل الماتشات اللي متبقيه له حتى تعادل مع مانشستر سيتي برضه الدوري في ايده هيكسب الدوري. المشكله بس ان لا مستوى ارسنال اللي باين في الماتشين الاخرانيين دول ولا مستوى مانشستر سيتي يخلي حد يتوقع ان ارسنال لا يكسب ولا حتى يتعادل مع مانشستر سيتي. سيتي بقى مش هيلعب في الدوري تاني قبل الماتش بتاعه قدام ارسنال ده، علشان الاسبوع الجاي عنده ماتش نص النهائي بتاع الكاس. فده معناه ان لو ارسنال كسب ساوثهامبتون الاسبوع الجاي هيخش ماتش السيتي ده متقدم ب7 نقط عن مانشستر سيتي، ولكن فرقه جراديولا هيبقى معاها ماتشين متاجلين. المشكله بقى في الماتشين المتاجلين دول انه مش هيقدر النادي يخلصهم الا في الاسبوع الاخير قبل نهايه الدوري، بالذات لو حصل زي ما معظم الناس متوقعين انه يعدي من بايرن ويقابل ريال مدريد في نص نهائي دوري الابطال. واضح ان القصه دي مؤثره شويه على طريقه تفكير جراديولا وتغييراته في الماتشات. جراديولا بعد ما كان متقدم 3-0 على لاستر سيتي قام جاي بين الشوطين وبعد اول 4 دقائق من الشوط الثاني وقام عامل 3 تبديلات. ال3 تبديلات دول خلوا ليستر يسيطر تماما على مجريات الشوط الثاني، لدرجه ان في اخر 20 دقيقه بس ليستر شاط 7 شوط على مرمى سيتي ما شاطش ولا واحده من ال7 دول. ليستر جاب جون وشاط 2 في العارضه.
الحاجة اللي خلت إن الأهداف المتوقعة بتاعة الماتش ده تكون 2 لمانشستر سيتي و2.3 لليستر على أرض سيتي. زي ما قلت لكم قبل كده إن يمكن يكون بدلاء مانشستر سيتي عندهم نفس مشكلة أرسنال وما هماش في مستوى الأساسي بتوعه. كالعادة بقى إيرلينج هالاند بيكسر رقم جديد الأسبوع ده. إيرلينج هالاند كده عادل رقم محمد صلاح في أكتر أجوان يجيبها لاعب لفريقه في موسم مكون من 38 ماتش، وهالاند لسه فاضل له 8 ماتشات، فهو مش بس أكيد هيكسر رقم صلاح ولكن كمان هيكسر الرقم الأكبر ب 34 جون باسم أندي كول وألان شيرر، ولكن هم عملوها في المواسم اللي كان الدوري 42 ماتش. وفوق كل ده هالاند دلوقتي عادل أكبر موسم تهديفي للفينومينو رونالدو البرازيلي لما كان في برشلونة في موسم 97. رونالدو في الموسم ده في 49 ماتش جاب 47 جون، هالاند جايب برضه 47 جون بس في 40 ماتش ولسه فاضل له على الأقل 12 ماتش كمان. في الآخر أقول إنه بقالنا أكتر من شهر كده شركة أوبتا اللي بتعمل الإحصائيات التوقعية بتقول إن فرص فوز أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري كانت 50%. بعد الأسبوع اللي فات ده فرص أرسنال وقعت ل 34.4%. فشكلها كده مع كل أسبوع بيعدي مسكة أرسنال لبطولة الدوري بتضعف شوية بشوية. كل ده هيتشقلب لو أرسنال عمل شبه المستحيل وكسب سيتي في الاتحاد. خلينا نشوف واشوفكم الحلقة الجاية.